شويه عن برج الجدي. برج الجدي يا جماعه هو برج العظماء بجد والله. اكتر برج ممكن تتعاملوا معاه في التاريخ. برج الاخلاق والالتزام. رانيا، صباح الفل يا رانيا. انت جدي برضو مش كده؟ حاضر، هتكلم عن الجدي. هو انا بتكلم عن الجدي دلوقتي. معانا سلمى ومعانا رانيا برج الجدي، وانا معاكم برج الجدي. انت تاريخ ميلادك كام يا رانيا؟ يعني انت انهي شهر، يناير ولا ديسمبر؟ عموما برج الجدي هو اطيب برج ممكن تتعامل معاه في التاريخ. بمعنى ايه؟ اولا هو برج الرجاله والستات من اكتر الناس الملتزمه في الحياه. بيحب الالتزام، بيحب الماضي، بيحب القواعد الرئيسيه في الحياه، بيحب المبادئ. ده برج الجدي. طبيعته كده، طبيعته الحياه لازم تكون منتظمه، لازم تكون ماشيه على قواعد معينه. دي حقيقه، دي حقيقه. كده يعني اول يوم في السنه كل سنه وانت طيبه، مرتين، مره عشان عيد ميلادك ومره كمان عشان خاطر بس السنه الميلاديه. بص يا راني، ومعانا سلمى كمان، وانا معاكم وكل مواليد برج الجدي. هو ملوش حظ ده اكيد، لان آه، هو من طبيعته ان هو بيتعامل من منطلق ان الحياه جد، ان الحياه ثابته، ان الحياه ماشيه على مبادئ معينه. الجدي سنه بترد عليك اهو رانيا، بتقول لك والله عندك حق. آه، بيحب كل حاجه ماشيه مظبوط. يعني آه، مثل الرجاله او الستات، برج الجدي من الابراج اللي بتحب الحياه المنزليه. بيحب بيته قوي على فكره. بيحب بيته قوي، بيحب انه يكون مع بيته، بيحب اولاده، بيحب مراته. والست بتحب